السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. النهاردة هعمل معاكي القرنبيط بطريقة مختلفة شوية، طريقة حلوة ولذيذة. لو عندك الولاد ما بيحبوش القرنبيط العادي، تعالي اعمليه بالطريقة دي وقولي ايه رأيك فيه، من غير بقى قلي. طريقة صحية جدا وخفيفة بجد، تنفع للفطار وللغدا وكمان عشاء. يلا بقى على النار، مية مغلية حطي فيها معلقة ملح ومعلقة كمون. الكمون هيظبط معاكي القرنبيط، الريحة اللي هي بتاعته النفاذة دي، الكمون هيبقى حلو قوي وهيلغي خالص ريحته. حطي بقى كده القرنبيط كله زي ما انتي شايفة، وسيبيه بقى في النار دي على النار يغلي تماما ويستوي خالص. زي ما انت شايفة كده ابدأي بقى اهرسيه، انا عايزاه يبقى بيوريه خالص. اهرسيه بقى كويس، ويلا بينا نكمل الوصفة. انا مي شاهين، ولو لسه اول مرة تشوفيني سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. هنا بقى حطيت كوباية دقيق وعليها كوباية مية، قلبي كويس. زودي بقى هنا بيضتين، حطي عليهم رشة فلفل اسمر، وكمان معلقة كمون ورشة ملح، اظبطي الملح بتاعك، وكمان مرقة دجاج ومعلقة كبيرة بابريكا وتوم باودر وبصل باودر. وقلبي بقى كله كده الخليط مع بعض. الخلطة دي ممتازة جدا. حطي بقى هنا الشبت والكزبرة، والخلطة دي كمان حلوة قوي في القرنبيط المقلي. ومعلقة كبيرة توم، يبقى بابريكا وتوم وبصل باودر وتوم باودر وفلفل اسمر وملح وشبت وكزبرة وبيضتين وكوباية دقيق وكوباية مية. هنا لاحظت ان هي خفيفة شوية، فضفت كمان معلقة كبيرة دقيق ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، بتخلي معاكي الخلطة دي فلافي كده وخفيفة. قلبي كويس. هاتي بقى الصينية بتاعتك وحطي فيها معلقة سمنة كبيرة، ادهني القالب كويس، اي صينية ممكن تستخدميها هتطلع معاكي تحفة. دهنتها كويس. هاتي بقى القرنبيط بعد ما فرمتيه كويس، من غير الكب ولا حاجة، ممكن بالشوكة او بالهراسة بتاعتك. سويه كده كويس وبعدين ضيفي الخلطة ودخليها الفرن. هتقعد حوالي تلت ساعة علشان تستوي كويس. تعالي بقى على النار، حطي معلقة زيت كبيرة او معلقة سمنة اللي موجود، وضيفي بقى بصلاية كبيرة شرايح زي ما انت شايفة كده، وقلبيها كويس تقليبة واحدة بس، وضيفي عليها فلفل اخضر متقطع مكعبات صغيرة. ظبطي بقى كده رشة ملح بسيطة ورشة فلفل اسمر، وقلبي كده كويس. انا مش عايزة الخضار ده يستوي خالص، هو بس كده تقليبة واحدة بس. وضيفي بقى طماطمية كبيرة متقطعة مكعبات. يا سيدي بقى الريحة تحفة، هيطلع معاكي زي البيتزا بالظبط. قلبي كويس، وتعالي بقى هنا خلاص استوت. طلعيها بقى من الفرن. عايزة بقى تختبريها، هاتي خلة سنان بالراحة كده، لو طلعت معاكي نظيفة يبقى كده تمام. حطي بقى الخلطة دي كده على الوش. يا سيدي تحفة. انا هنا عندي جبنة موتزاريلا، ضيفيها برضو على الوش. المفروض تبقى مجمدة علشان تترش معاكي كويس او تتوزع معاكي كويس. ودخليها بقى هنا على الشواية بالظبط كده 5 دقايق، ودوقي احلى صينية كرنبيط بطريقة مختلفة جدا وطعم لذيذ جدا.